الرجالة لما بتدخل المطبخ بتكون هي دي النتيجة. والله يكون في عون اللي هيوضب المطبخ ده ورايا. غصب عني والله بحب السوشي، وهو السوشي يعني تحضيراته كتير جدا. السوشي هي أكلة ياباني صيني يعني مختلفين، في منها أنواع. الساشيمي ده اللي هو السمك الني تماما. السوشي ده اللي ملفوف في طحالب البحر ومحطوط فيه الرز ومكونات من السمك الني. السوشي لما بيتاكل ليه صوصات معينة هي اللي بتظهر الطعم بتاعه. الصويا صوص، الترياكي، السبايسي مايو، الوسابي ده من الحاجات الحلوة. عارفين البتاع الخضرة دي اللي هي الحراقة قوي اللي بتتاكل مع السوشي دي بتتاكل ليه؟ بغض النظر عن طعمها حلو، لكن هي الفكرة فيها ان هي مطهر للمعدة والامعاء، عشان السمك الني ده لو في حاجة مش سليمة يطهرها. يعني هي بتاخد اكنك واخد قرص مطهر مع الاكل، لكن هو فعلا طعمه حلو وبيفتح الجيوب الانفية كويس. السوشي من الاكلات اللي الناس لما ما بتحبهاش نية، في نوع منها بيبقى فرايد، يعني ممكن يتقلي في الزيت، وده الناس اللي ما بتحبش السوشي من الممكن ان هم يتقبلوه، ما بيبقاش طعمه يعني حاد قوي زي السوشي. زي ما انتم شايفين عمايله صعبة والمكونات بتاعته كتيرة، وانك تظبط تحط ايه مع ايه، هو ده الفن هنا. يعني مش اي حاجة تحط مع حاجة. هو ليه اسماء كتيرة قوي، يورو مش عارف ماكي وهوسو ماكي واسماء كده. برغم ان انا بقالي سنين باكل السوشي وبعشقه، الا ان انا ما اعرفش الاسماء دي خالص. يعني انا بنقيها بالشكل كده وخلاص. بس هو فعلا للي بيحبه هو من احلى الاكلات اللي ممكن تاكلها في حياتك. يومكم سعيد وجمعة مباركة.